دماء شعبنا واعترفنا بمطالبه. بفضل الشهيدة زينب قتلوها الشبيحة. زينب قتلوها الشبيحة. زينب قتلوها الشبيحة. هي شبيحة بفضل الشهيدة زينب اللي قطعتوها. ليس قطعتوا أوصالها لإعادة الرعب إلى الشعب السوري. لإعادة الرعب إلى الشعب السوري. قطعتوا أوصال الشهيدة زينب. ألا تخجلون من أنفسكم؟ هذه دولة تقطع أوصال البنات. لا تخجلون من انفسكم. انتم اكبر مصيبه في العالم العربي. اسمع لا تستمر بالصراخ واحترم نفسك. اسمع نحن الان على الهواء. اتحداك واتحدى اللي خلقك يثبت انه الامن في سوريا هو اللي قطعه. اسمع نحن الان على الهواء. اتحداك واتحدى اللي خلقك يثبت انه الامن في سوريا هو اللي قطعه. اسمع نحن الان على الهواء. اتحداك واتحدى اللي خلقك يثبت انه الامن في سوريا هو اللي قطعه. إذن زينب عمر الحصني كما تابعتم حية ترزق، وقد روت روايتها لأخبار التلفزيون، فلنتابع. عارفين على حالك؟ اسمي زينب عمر الحصني، مواليد 93 1/1. اسم أمي فتاة ملوك وأبي عمر الحصني. ساكنين بحمص باب 17 حشفوز الأصيري. عمر الحصني، والدتي دلال، مواليد حمص 1980. رقم شو تاريخ اليوم؟ اليوم 3/4/10/2011. لساتك زينب ساكنة بنفس العنوان؟ لا، طلعت منه ورحت عند أحد من أقربائي من دون معرفة أهلي أو حدا. ليش؟ هربت لأنه كانوا أخواتي يعذبوني ويضربوني. لأنه كانوا أخواتي يعذبوني ويضربوني. لهيك هربت. بأي تاريخ؟ قبل رمضان ب5 أيام. ليش؟ هربت لأنه كانوا أخواتي يعذبوني ويضربوني. لهيك هربت. بأي تاريخ؟ قبل رمضان ب5 أيام. أهلك بيعرفوا إنك عايشة؟ لا أبدا؟ لا، ما حدا بيعرف. كيف عرفتي بقصتك؟ شفتها على التلفزيون إنه الأمن معتقلني وحارق جثتي ومقطعه وبعطيها لأهلي. جيت قلت لهم للجماعة اللي قاعدة عندهم أنا، قلت لهم إنه بدي أروح لعند الشرطة. وأقول لهم بالحقيقة. رجعوا قالوا لي لا تروحي، وصاروا يخوفوني من الأمن. وقلت لهم يعني إنه يخوفوني إنه ما يعذبوني وهيك. جيت من هلا يعني على القسم لحتى لي يحكي ويعني وكذب الخبر اللي طلع، وانا هلا عايشه ماني ميتة. خبرها يعني انه هدول القنوات الكاذبة. ليش اخترتي انك تطلعي وتحكي؟ لانه يعني بالايام بتزوج وبجيب اولاد مشان يعني انه سجلهم وهيك. زينب، هل سبق وتم اعتقالك من منزلك؟ لا ابدا، ما حدا تعرض لي واعتقلني. هل داهم الامن منزل عائلتك من قبل؟ لا ابدا. زينب، حابة تحكي شيء عن اللي صار معك؟ لا، عن الشيء اللي صار معي ما حابة احكي، بس بدي اقول لامي انه تسامحني وترضى علي بس.